نقول يزيد في زمنه الجهاد على أوجه، وقاتل الروم ونشر الإسلام، وأول جيش يغزو القسطنطينية كان يزيد هو قائد ذلك الجيش، وكانت تقام شريعة الإسلام في عهد يزيد. يسألونني هذا يزيد في 3 سنين قتل أهل بيت رسول الله وقطع رؤوسهم، في مقدمه أبو الحسين أبو عبد الله، انتهب مدينة رسول الله وأباحها للقتل المردة من جنده الوحوش والذئاب أيها الإخوة. ثم بعد ذلك فعل مثل هذا بالكعبة، حتى احترقت الكعبة وضربت بالمنجنيق في حربه مع عبد الله بن الزبير. هذا يزيد، هذا تراثه. ابن الجوزي يقول هذا. ماذا تقولون؟ قالوا ملعون. قال فالعنوه. قال فأخذ بعض القوم أحذيتهم، هؤلاء على السلف، على سنة السلف، قال يعني أصبح سنة السلف نترضى على معاوية ويزيد. أخذوا أحذيتهم وخرجوا. قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.